الناس اللي راه باغيه تفوت فاكونس في تونس وماهيش عارفه شحال تستقام الهضره. في هذا الفيديو راح نعطيك شحال تستقام لك الرحله لمده 10 ايام باش تدور تونس كاع باقل تكاليف. بالنسبه للناس اللي بغيت تروح للعاصمه ولا الحمامات ولا سوسه، هذا الفيديو ماشي ليك. يعني ما يجينيش واحد في كومونتير يقول لي تونس راه غير 3 ملايين ولا 4 ملايين مع وكاله السفر الفلانيه. انا راح نعطيكم التجربه الشخصيه تاعي، يعني ملي تدخل تونس حتى توصل للحدود التونسيه الليبيه اللي هي راس جديد. باش تدخل تونس عندك طريقتين. الطريقه الاولى واللي هي الطائره، راح تقام لك غاليه بالنسبه باش تدخلها عن طريق البر. في عنابه على سبيل المثال راح تلقى بزاف دي كلونديستان يدخلوا حتى تونس حتى للعاصمه. كل واحد والسعر اللي يخدم به، من 200,000 من 200,000 حتى ل 500,000 باش تعرف. كي توصل للحدود راح يطلبوا منك الكيطونس تاع الكيت اللي هو هذا خارجه ب 100,000 من مديريه الضرائب. وعندك ثاني لاسيرونس دو فواياج اللي هي هذه 120,000 ولا 150,000 على حساب الوكاله اللي ديرها عندها. وراك درتها احتياط، راك لحقت لتونس. اول حاجه غادي ديرها وهي تصرف دراهمك. وبيان سير حنا كجزائريين غادي نصرفوا الاورو، ما غاديش تدي معك الدينار وتصرفها تما. راح تلقى بزاف ناس يعرضوا عليك هما انك تصرف عندهم، لكن من المستحسن تروح على مكاتب الصرف اللي غادي تلقاها بارتو، كل باب تلقى فيه بيرو. الحاجه الزوجه واللي هي لابيس، على سبيل المثال راه غادي تروح عند اوريدو، راح تلقى بزاف عروض عندهم. انت اختار العرض اللي يناسبك وشري لابيس تاعك، والاسعار في متناول الجميع. لحد الان ما بين لاسيرونس دو فواياج والكيطونس واللابيس والدراهم اللي خلص بهم كلونديستان باش دخلك تونس، راح تكون خسرت حوالي 750 الف بدراهمنا. دير في بالك باللي سعر الصرف التونسي راهو غالي على الصرف الجزائري ب7 مرات تقريبا. يعني كي تسمع واحد قال لك 50 دينار تونسي يعني 350 الف بدراهمنا، كيفاش؟ اضرب فوا 7، 50 فوا 7 350 الف. تونس بلاد صغيره تقدر تزورها كامل، يعني تزور كامل الولايات التونسيه في 10 ايام في خاطرك. بالنسبه لاسعار الاكل والمبيت، غادي كي تبعد على الاماكن السياحيه المشهوره كما العاصمه ولا الحمامات ولا سوسه على سبيل المثال، غادي تلقى الاسعار منخفضه بزاف. نروحوا لشحال غادي تستقام لك الرحله. اول حاجه اللي هي المبيت، كل يوم عندك 200 الف جزائريه في 10 ايام 2 ملايين. هذا بالنسبه لمبيت عادي، مانيش نحكي على اوتيل 4 ايطوال ولا 5 ايطوال. الماكله راح تكون متوفره طوال الطريق تاعك. نفترض على سبيل المثال يوميا عندك 200 الف جزائريه، خطينا من دراهم تونس، راني نحكي بالصرف الجزائري. 200 فيها القهوه تاع الصباح، وفيها الفطور قهوه عشيه، وفيها العشاء. في 10 ايام يعني عندك 2 ملايين عاود تاع ماكله. هذه سيطالي هذه 2 ملايين تاع الماكله، زيدها على 2 ملايين تاع المبيت. كيما تقدر تاكل 2 ملايين في نهار واحد. انا راني نحكي على السفر باقل التكاليف. بالنسبه للمواصلات في ظرف 10 ايام راح تحتاج واحد 2 ملايين ولا اكثر. انا راني نحكي على كيفاش تدور تونس كاع باقل التكاليف. نروحوا للطوطال، عندك 750 الف الاولى، 2 ملايين تاع المبيت، 2 ملايين واحده اخرى تاع الماكله، 2 ملايين تاع المواصلات اللي هي 6 ملايين 750 الف. حنا نديرو 7 ملايين تقريبا. هذه 7 ملايين راح تدور بها كاع الولايات تاع تونس صاحبي. اي استفسار خليه لي في تعليق ولا راسلوني على حساب الانستغرام اللي راه هنايا. السلام عليكم.